السلام عليكم، كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نشارك معكم الطريقه اللي ركبنا بها الساعه الحائطيه، اسهل منها ما كاين في الدنيا. صراحه ما تاخذش منكمش الوقت بزاف وتركبوها غير بنفسكم. كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي الكرتونه، كتجي على هذا الشكل هذا، راه كيكون فيها حتى داك داك الستيل اللي كاين لداخل، كيكون تاع على برا. راه كتشوفوا نتوما الديزاين ولا الديكور اللي بغيتو. المهم هاد الساعة الحائطية كتسمى ساعة 3D أولا ثلاثية الأبعاد. كتجي المنيظر ديالها زوين وكتجي بثلاثة الألوان. كاينة اللي كتكون في الذهبي اللي هي اللي اختاريت أنا، وكاينة اللي كتكون في الجري، وكاينة اللي كتكون في الكحل. وكاين فيها يعني نماذج بزاف. كاين يعني الرومانية، كاين الأرقام هادو العاديين. المهم كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي فيهم أول حاجة هادوك الصفائح اللي كيكونوا بداك اللون اللي اختاريتي، يعني الذهبي. هادوك الصفائح فيهم واحد الأرقام. وكاينه هاد المسطره هي اللي كتاخد بها العبار، وهي اللي كتعاونك بزاف باش تركب يعني الساعه. كيف ما كتشوفوا معايا، راه فيها 60 سنتيمتر. صافي كتجي هذيك الميكانيزم ديال الساعه. هذاك الميكانيزم كيكون دائري، كيكون مخشي في هذيك بحال الكرتونه كيف ما كتشوفوا. هو هي الميكانيزم. وصافي، والارقام كنلقاوهم في هذوك بحال الكرتونه، يعني هذه كرتونه قويه، ولا يعني ما عرفتش بالضبط مناش مصنوعه. المهم انا نقول لكم بحال الكرتون يعني قاصح. كيف ما كتشوفوا كاين الارقام في الجهه الاولى، وعلى الظهر كيكون هذيك اللاصق، الورق اللاصق باش كتلصق. هنا راه كيعطوكم حتى واحد الكتيب باش كتعرفوا لي ديتاي كيفاش كتركب. هنايا راه في كل رقم وفي كل موري كاين هذيك واحد السلوفان كتكون الفوق، كتحيدوها من بعد. دونك هاني كنوريكم دابا هذاك الميكانيزم. راه فيه واحد لعيبه من كيتعلق، وهذيك كدقوها في الحيط باش كيتعلق فيها الميكانيزم، هذيك البواطه. المهم صافي دابا دزنا حيدنا الارقام من هذيك الكرتونه اللي كتكون قاصحه. مهم غير بشويه عليها، لانه الا مشيتي تفرصيتيو عليها ممكن انها تخسر. صافي كتبقاو كتحيدوا في هذاك الارقام شويه بشويه حتى كتحيدوهم كاملين. كيف ما قلت لكم، انا كنوريكم دابا ان كل رقم من وراه واحد الورق لاصق، يعني داك الابيض راه واحد الصيقه كتكون وراه، كتحيدوها وكتلصقوها. صافي حنا غادي نحيدو هاد الارقام كاملين، حيت كاينين جوج. كيف ما كتشوفوا كاين ارقام صغار وارقام كبار. حنا راه قاديناهم بعدا في الاول، يعني فوق الطابله، يعني ولا فوق الارض ولا فوق شي بلاصه هكا، باش كتشوفوهم كيفاش جا هو الاول. عاد كتبداو خدامين باش ما تلفوش، سيرتو الا كانوا الارقام شي كبير شي صغير، يعني ضروري ما كتقادوهم في الاول، عاد كتبداو خدامين. المهم حنا فصلنا كل شي، يعني حيدنا الارقام وداكشي باش تجينا التركيب ديالها ساهل ماهل. صافي دزت لهاد الصفائح هادو. كنصور لكم فيهم، كنحيدوهم. راه كاينين واحد التجنيبات كما كيبانوا لكم بحال طريطيقات هكا، كتوركوا عليهم غير بشويه حتى همايا باش كتفصلوا هذيك الصفيحه على الرقم. فهمتوني؟ يعني غير بشويه، حيتاش همايا يعني دغيا تيتهرسوا. الا مشيتو تا خدمتو معاهم يعني ايد قاصحه، فراه دغيا كيتهرسوا. فقط غير بشويه عليهم. هنا راه حنا خدامين وكنتكايسوا اليوم. المهم صافي حيدوا الارقام عليهم كاملين. هنا راه كاين حتى ديك اسم تايم الا بغيتو ديروه. المهم صافي هذا هو الستيل كيف ما قلت لكم، يعني كتشوفوا الستيل اللي بغيتو نتومايا وكتركبوه في الحيط. يعني كل واحد والذوق ديالو، كل واحد كيفاش كيختار هو الستيل ديالو. صافي بعد ما حيدنا هاد الارقام الذهبيين، صافي حيدناهم. صافي غنحيدو هذيك اللصقه اللي كيف ما قلت لكم بيضه، راه كتلصق في اليد، يعني تزربوا عليها باش ما تبردش لكم في ايديكم، وكتلصقوها على الرقم.
صافي كتجي بحال تخواد، يعني كتحط يعني في الجناب كحلة، والفوق كتعطيكم داك اللون اللي اختاريتو نتومايا. المهم صافي هنا جاتني بحال فكّرتني في الأيامات اللي كنا كنديرو الأعمال اليدوية في الابتدائي. المهم صراحة واحد المتعة ملي كتبداو كتصايبوا فيها، واحد المتعة يا سلام ما نعاودش ليكم. صراحة ولا كانوا هكا وليداتكم وكذا، شاركوا هاد العملية مع وليداتكم، راه غيفرحوا بزاف وغادي يحسوا أنهم كيديروا واحد الإنجاز. المهم أنا يعني أنا واستمتعت صراحة. المهم نكمّل ليكم هنايا. كيف ما قُلت لكم كتحيدوا ديك اللصقة، حنا بقينا غاديين هكا بشوية بشوية. حيدنا اللصقة ولصقنا كاع الأرقام كيف ما كتشوفوا معايا، وكتوركوا على الجنيبات مزيان بحال هكا. كيف ما كتشوفوا صافي دزت هنايا كنصور لكم الرقم 5 حتى هويا نفس الطريقة. صافي وكتبقاو هكا حتى كتكملوا كاع الأرقام اللي عندكم. وهنايا راه كاينة واحد السلوفان ولا واحد اللصيقة فوق من الأرقام. هنا يعني خاصكم تمشيو مرحلة مرحلة. هنايا غنوريكم عن قرب. شفتوا يعني بالتفصيل هنا كتاخدوها هكا وكتلصقوا شوية بشوية عليكم وكتضغطوا وانتومايا يعني بشوية عليها. صافي نفس الرقم حتى هويا كتحيدوا هاد اللصيقة كيف ما كتشوفوا بالزربة باش ما تبردش ليكم، وكتلصقوها عاود نفس الطريقة. صافي الطريقة راها واضحة وساهلة، يعني ما فيهاش تعقيد، غير هو تمشيو مرحلة مرحلة باش يعني تحيدوا عليكم نص الخدمة باش تجيكم الطريقة ديال التركاب ساهلة. هنا كنوريكم انه كاين واحد اللصيقة، يعني ديك السلوفة اللي قلت لكم في الاول كتحيدوها حتى من بعد، هذه كنخليوها حتى من بعد تنركبوا عادة عادة ندوزو عادة ندوزو نحيدوها. دونك هنايا راه علمت في الحيط البلاصة اللي غادي نصايب فيها الأرقام، وعلقت البواطة هي الأولى اللي فيها الميكانيزم، علقنا 12 و 6 و 93 هما الأولين باش كيبانو لينا فين نحطو الآخرين. صافي والمسطرة أنا راه موريتكمش كيفاش عملنا المسطرة، حيتاش ضروري ما كيخدموا جوج الناس فهمتوا، ويعني طريقة التصوير يعني كانت غتجيني صعيبة. صافي كتاخدوا العبر بالمسطرة اللي قلت ليكم، وصافي هنايا راه كنحيدوا هذيك الصيقة تاع الأرقام بهذه الطريقة، يعني حيدناها فيهم كاملين. ها هي غنوريكم كيفاش عملنا ليها في الوسط. صافي نزلناها وعاودنا ركبنا فيها هاد العقارب الساعة، درنا الصغير هو التحتيني والكبير هو الفوقيني، نهبطوها واحد شوية لتحت كيف ما كتشوفوا. انا فقط داك الجزء ديال المسطره هو اللي ما صورتش ليكم، لانني كنت حتى انا خدامه وعامله ايديا ضروري من نخدم. المهم راه نتوما عارفين هذيك المسطره غتحطوها في البواطه وغتبقاو غاديين وكتعلموا. صافي هي هذيك دزت صورت لكم هنايا الموري الكبير حتى هويا. راه كاينه واحد العيبه هكا الفوق بحال شكل واحد هو داك السداده ديالها حتى هي كتسد بها هذوك الموريات باش ما كيبقاوش يعني ما كيبقاوش يتحركوا. انا راه كيبقاو هكا مرهوفين باش ملي كتركبوا لها الحجره الكبيره كتركبوا لها ديك الحجره الزرقاء. صافي وكتبقى خدامه عاديه مزيانه بخير وعلى خير. المهم طريقة التركاب ديالها راه ساهلة ماهلة. صافي كتحققوا المكانة، ممكن تحققوا المكانة بهذاك يعني الدائرة اللي اللور كيف ما العادة، ولا ممكن تصايبوا هكا غير بصبعكم، يعني كتقادوا الموري الكبير مع الوقت. يعني الموري الصغير ديال الساعة والموري الكبير ديال الدقائق راه معروفة. صافي هكا كتركبوها بحال هكا صافي. وها هي الشكل النهائي ديال الساعة ديالنا صراحة.
زوينة وساهلة في التركيب، وكنتمنى تكون عجباتكم. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم. وما تنسوش تدعموني بطبيعة الحال، وأبوني لايك، وإلى اللقاء، مع السلامة.